بيبدأ مسلسلنا مع ميري اللي بنشوفها وهي واقفة لابسة لبس سلطعون وبتعمل انترفيو علشان تقدم تصميم عرض المهرجان السلطعون أكيد يعني، وبنعرف إنها بتشتغل في الدعاية والتصميم وشركتها بتبقى لسه صغيرة، وعلشان كده بتحاول تعمل دعاية لشغلها بنفسها. ولكن المسؤولين بقى عن الانترفيو بيبقوا رافضينها، ولكنهم بيحبوا يتسلوا شوية فبيفضلوا يتريقوا عليها على اللي عاملاه يعني في نفسها ده، لحد ما ميري بقى بتتعصب وبتقلع طاقية السلطعون دي وبتقول لهم انها للاسف مش موافقه تشتغل معاهم اصلا، حتى يعني لو هم وافقوا لانها برضو بتنقي العملاء بتوعها، وبتقول لهم ان هم موظفين حكوميين، يعني هي اللي بتقبضهم من فلوسها اللي بتدفعها للضرايب، ومش بتبقى مصدقه انها بتدي فلوسها لشويه ناس تافهه كده زيهم، وبتهزقهم كلهم وبتروح ماشيه. فبتتصل بيها شان ودي صاحبتها وشركتها في شركه الدعايه، وبتقول لها ان الفرصه دي كانت مهمه ليهم جدا، ولكن لما بتعرف اللي حصل لميري بتقول لها عادي اكيد في فرص تانية احسن بكتير. وبتروح بقى بطلتنا تستلم خواتم جوازها، وبنعرف ان دول خواتمها هي وجوزها جو، ميري طلعت متجوزة ولكن لسه يعني ما عملتش الفرح، هما بس سجلوا جوازهم علشان مامتها هي اللي استعجلتها في الموضوع ده. بس اللي هي ما تعرفوش بقى ان في الوقت ده جوزها بيبقى في بيتهم وبيخونها مع زميلته في الشغل، ومفهمها طبعا انه في اجتماع. وبالليل بقى بترجع ميري لبيتها وبنشوف قد ايه هي بتحب جو ده، ولازقاله صور في كل حتة على التلاجة، وكاتبة ملاحظات عليها قد ايه جو ده راجل لطيف ومثالي. وبتبقى بتتكلم مع مامتها وبتعرفها انها مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، لان مامة جو ست متسلطة جدا وخلتها هي اللي تحجز شهر العسل، وكمان بتطلب منها تحجز في فندق غالي جدا علشان الفرح ده، غير ان اصلا البيت اللي هم هيعيشوا فيه بتاع ميري وهي اللي دفعت فلوسه عن طريق كارد، ولسه يا عيني بتسدد فيه وعليها ديون قد كده. فبتقول لها مامتها انها لازم تستحمل لان جو معاه شهادة جامعية عالية وباباه دكتور في الجامعة، وده عريس يعني لقطة وعيلته الصراحة تشرف. فبتقول لها ميري بقى انها زوجة صالحة برضه ومش هيلاقي زيها، وبيفضلوا كده يهزروا، ولكن ميري وهي بتظبط بيتها بتدوس على حاجة في الارض، فبتقفل مع مامتها وبتعرف ان الحاجة اللي داست عليها دي حلق، والحلق ده مش بتاعها. فبتقوم كده تقلب اوضة النوم بتاعتها لحد ما بتلاقي شعراية طويلة على السرير، فبتتأكد انه كان بيخونها. فبتروح تقابله تاني يوم وهو بيبقى ولا على باله حاجة وعمال يقلب في الصور بتاعته، وبكل غرور بيقول لها ان شكله عارض ازياء ولو كان بنت كان وقع في حبه. فبتسأله ميري على اكونت اسمه سويت جيني 97، وبتقوله ان البنت دي عامله له لايكات على كل صوره، ومش بس كده دي كمان بتعاكس فيه، وكمان هو عامل لها فولو باك يعني مش حد ما يعرفهوش. فيعني بيبدأ يتوتر وبيقول لها ان دي جيني زميلته في الشغل عادي. فبتقول له ميري انه خانها معاها في بيتهم وبترمي له الحلق اللي لقيته على الارض، فبيضحك وبيقول لها ان ده مش حقيقي وهو ما يعرفش الصراحه ده حلق مين. فبتطلع ميري صوره لجيني وهي لابسه نفس الحلق ده، فبيكمل جو في الكذب وبيقول لها انهم في الشركه كانوا عايزين يباركوا له على جوازه وطلبوا منه يوديهم البيت، وفعلا هو عمل كده واكيد الحلق وقع وقتها. فميري مش بترحمه وبتوري له صوره ليه لما كان مسافر من اسبوع في سفريه شغل، والصوره كانت في مكان معين وبتبقى جيني متصوره في نفس المكان في نفس التوقيت، يعني كانوا سوا. وبتقول له انه لو استمر في الانكار هتروح له الشركه بتاعته وتفضحه هناك برضه. فبيترعب بقى من اللي بتقوله ده وبيقول لها انه الصراحه كده هيتكلم بقى، وبيعرفها انه خانها وغلط زي اي راجل يعني الموضوع عادي. فميري مش بتبقى مصدقه البجاحه دي وبتقول له انها مش عارفه تتصرف معاه ازاي، تسيبه ولا تعمل ايه. فبيهديها وبيقول لها ان هما متجوزين ومش هينفع تتطلق على حاجه عبيطه زي دي، هو بس يعني كان مضغوط شويه في الشغل وغلط وبيعترف اهو بغلطته. ولكن وهو بيكلمها بتيجي مسج على تليفونه وهو غصب عنه الحمار بيفتحها، وبتبقى من جيني اللي بتقول له انها مستنياه بالليل. فبتشوفها ميري وبتحاول تاخد منه التليفون ولكنه بيبعدوا عنها لحد ما فجأة بيقع منه على الارض. فبتروح ميري علشان تاخده من على الارض ولكن هو بيدوس على ايديها علشان بس ما تمسكش التليفون، والناس اللي حواليهم طبعا بيشوفوا اللي حصل ده وبيتعاطفوا مع ميري جدا. فبتقوله ميري وقتها انه عدى كل حدوده وهي فعلا مش عايزه تكمل معاه، وبتروح تاخد كوبايه القهوه بتاعتها وبترميها في وشه. وبنسيب بقى ميري دلوقتي وبنروح لواحد برضو اسمه جو، وبنشوفه هو راكب طياره من امريكا وبيبقى راجع على كوريا وبيقعد جنب ست عجوزه. بس قبل ما الطياره تطلع بتيجي مضيفه الطيران وبتستأذن من جو يقوم يقعد في كرسي تاني علشان ابن الست العجوزه دي يقعد جنبها. فجو بكل هدوء بيلبس سماعاته وبيقول لهم مش موافق وبيركب جنب الست دي طول الرحله. ولما بيوصلوا بقى لكوريا بتشكره الست العجوزه دي، وبنعرف ان قبل ما يركبوا الطياره جو سمع ابن الست دي وهو بيتكلم عن مامته بطريقه مش كويسه، وكان عايز يركب جنبها في الطياره علشان يجبرها
تمضيله على ورقة تنازل عن الورث، وبيقولوا انه لو وصل كوريا اخته مش هتخليه يقرب من مامتهم، وعلشان كده يعني جو تنح وقرر يساعدها. وبيطلع بعد كده جو بقى يحط شنطه في العربية بتاعته وبيكلم جدته اللي بتبقى عمالة تهزق فيه، علشان اول ما رجع على كوريا راح لمدينة غير اللي هي فيها علشان يتفسح له شوية. فبيقول لها ان بقاله 3 سنين مسافر، ولو رجع لها هتنزله الشغل على طول، وبيعرفها انه بيحبها وعامة مش هيطول. وفعلا جو بيطلع كل الضغط اللي كان عايش فيه بقاله 3 سنين، وبيعمل كل حاجة كان نفسه يعملها في كوريا. وبعد شهر بنشوف ميري وهي خارجة من محكمة الأسرة مع جو، واللي بالمناسبة ما يعتبرش طليقها ولسه جوزها، لأن ورقة الطلاق بتاعتهم لسه هتتسلم بعد ما يملوها، وساعتها بقى هيبقوا متطلقين. ولكن وهما ماشيين من المحكمة جو بيصمم يضايق فيها وبيسألها مامتك قالت ايه لما عرفت، فبتقوله ان هي معرفتهاش ويا ريت هو كمان ما يعرفهاش لحد ما تشوف بقى هتنيل ايه. فجو مش بيلحق يصبر لحد ما يسيب ميري ويمشي، وبيرد على طول على تليفونه اللي بتبقى جيني متصله بيه، وبيقول لها بكل حب انه هيقابلها في المطار، وده لانهم مسافرين سوا. وبيخبط كمان ميري وبيطلع يجري، فبتصرخ ميري وهي بتشتمه. وفي الوقت اللي جو بيجهز علشان يستمتع برحلته مع جيني بتبقى ميري في صدمه عاطفيه بسبب انها انفصلت عن حبيبها اللي كانت معاه لمده 5 سنين، وفي الاخر طلعت مش فارقه معاه كده. وتاني يوم بقى ميري بتتفاجئ بشرطي بيخبط عليها، ولما بتفتح له بتلاقي معاه واحده ست وبتقول لها ان ده بيتها، وبتعرف ميري انها اتنصب عليها واتباع لها بيت متباع اصلا، واللي باع لها البيت ده متورط في قضايا نصب كتير، والعقد اللي خلاها تمضي عليه عقد مزور. وللاسف كده ميري بتبقى مضطره تخلي البيت وتخسر فلوسها وبيتها كمان. فبتتصل وقتها بجو علشان يساعدها، ولكنه في الوقت ده بيبقى مع جيني، وعلشان يرضي جيني بيزعق لميري وبيقول لها انهم خلاص مالهمش علاقه ببعض، وبيقول لها انه مش عايز الصراحه يسمع صوتها تاني، وبيقفل في وشها. فبتروح ميري بقى علشان تشرب وتحاول تنسى المصيبه اللي هي فيها دي، ولكنها بتتقل شويه في الشرب. ولما ميري بتقوم علشان تمشي بتبقى مش قادره توزن نفسها، وبتعدي من جنبها عربيه وبتخبطها كده خبطه خفيفه، وبنعرف ان اللي سايق العربيه يبقى جو تاني مش جوزها. فبينزل علشان يطمن عليها وبيعرض عليها وقتها يوديها للمستشفى، ولكنها بترفض. فبياخد تليفونها علشان يكتب رقمه ولو احتاجته يعني في اي وقت تبقى تكلمه. بس لما ميري بتشوف الاسم اللي هو مسجل نفسه بيه بتتعصب قوي، وده لان من الصدفه الغريبه ان اسمه كيمو جو، وده نفس الاسم الثلاثي لجوزها. ولانها مش في وعيها فبتشوف وش جوزها في وش جو اللي ملوش اي ذنب، ويا عيني بتفضل تضرب فيه، ولكنه بقى من غير ما يقصد بعدها بيزقها علشان بس يبعدها عنه، وبسبب الزقه دي بتقعد على صباره، فبتفضل يعني تعيط، ولكن مش بسبب الصباره لانها مش بتبقى حاسه بيها اصلا، ولكن علشان بتفتكر اللي حصل لها. فبتقول لجو انه مش لازم يقسى عليها كده ويتخلى عنها وكانهم ما يعرفوش بعض، وبتقول انها حتى مش عارفه هتقول لمامتها ايه. فبيقرب منها وبيشاور لها على الصباره اللي هي قعدت عليها، فبتصرخ اكتر لانها كده بتكون حست اخيرا بالوجع. فبيضطر بقى بعدها يوديها المستشفى علشان يخلي دكتوره يعرفها اسمها جينج تعالجها. وبعد ما بتطلع كل الشوك من ميري بنشوف جو وهو بيشكرها وبيقول لها انها الوحيده اللي جت في باله علشان تساعده. فبتقول له جينج دي انها زعلانه منه لانها كانت متوقعه يجيلها اول ما يرجع كوريا، وبنعرف انهم صحاب طفوله، وده لان بابا جينج الدكتور الخاص بجدة جو، وجينج بتبقى عايزه تعزمه على قهوه وقتها، ولكنه بيقول لها انه مش هينفع دلوقتي، وبيجري على ميري علشان يوصلها لحد بيتها، وده لانها بتبقى مضطره تقعد على الكرسي بالمقلوب علشان اللي حصل لها ده. وبعد ما بيوصلها البيت بقى بتحاول يعني ميري تشكره، ولكنه مش بيعبرها وبيمشي بسرعه بسبب الموقف المحرج ده. وفي نفس الوقت ده بنروح لواحد اسمه وو، وده يبقى الرئيس التنفيذي لشركه اسمها بيوتي. المهم بقى ان الشركه دي بيبقى عندها كومباوند خاص بيها، وده مش بيسكن فيه غير الناس الاغنياء جدا لانه بيوفر للي ساكنين فيه كل اللي بيحتاجوه، واهم حاجه فيه البيئه الهاديه. المهم بقى ان شركه بيوتي بتعمل سحب على وحده في الكومباوند بقيمه 5 مليون دولار، وده رقم مش عايز احسبه بالمصري عشان الاحراج. المهم بنشوفه وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه اللي اسمه هيون، وبيقول له ان الضجه دي كلها على الفاضي اصلا لانهم ناويين يزوروا السحب علشان يدوا الوحده دي لابن اخت العمده وهو يستفادوا بفلوس الوحده. وعلشان هو يقدر يسحب تذكره ابن اخت العمده بيتني التذكره من فوق وبيحطها في كم البدله بتاعته، ولان السحب لايف قدام الكل بيمد هو ايده في كوره ازاز كبيره علشان يسحب ورقه، بس غصب عنه التذكره اللي هو معلمها بتقع منه، فبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها، ولما بينادي على الاسم المكتوب بيدخل في حاله صدمه. وبعد شويه بقى بنشوف تليفون ميري بيرن، وبنعرف انها سعيده الحظ اللي كسبت الوحده، وبنعرف انها في اليوم اللي كانت بتستلم خواتم جوازها قدمت في القرعه دي بالصدفه، وقبل ما تسيب التذكره
بتاعتها بتتنيها بنفس طريقة وو، فبتقوم بسرعة ومش بتهتم بالوجع اللي حاسة بيه، وبتكتب الطلبات اللي المفروض تقدمها علشان تستلم الشقة. وللأسف بقى بيطلبوا إثبات جواز، فبتفتكر إنها ما سلمتش ورقة الطلاق، وبشكل رسمي هي لسه متجوزة من جودة. فبتبعت بقى كل حاجة الشركة عايزاها، ولكن هيون بيحاول يطلع أي مشكلة علشان رئيسه عايز الوحدة دي ما تروحش طبعا لميري، وبيقول لها كده إن جوزها لازم يجي معاها. فبتحاول ميري تتصل بيه علشان يعني يساعدها في الموضوع ده وتستفاد منه بأي حاجة، ولكنه أساسا مش بيرد. ولكن بقى بتجيلها فكرة وقتها، وهي إنها تكلم جو اللي بسببه قعدت على الصبارة. وتاني يوم بقى بيصحى جو وهو مفزوع بسبب إنه شاف كابوس وحش قوي عن حادثة كده، ولكنه مش بيبقى مجرد كابوس لأن دي ذكرى هو عاشها أصلا. وبنعرف بقى إن مامته وباباه ماتوا في حادثة وهو كان معاهم في العربية، ولكن هو الوحيد اللي طلع من الحادثة دي عايش. المهم إن بعد شوية ميري بتتصل بيه وبتطلب إنها تقابله، ففعلا بيروح لها. فبتفتحوا ميري في الموضوع على طول وبتطلب منه يتجوزها. فطبعا دي بتبقى أغبى طريقة تطلب منه مساعدته يعني، ولكن ميري بتقوله يفهمها صح، وبتحكي له بقى الموقف اللي هي فيه، وإنها اتنصب عليها وخسرت بيتها وفلوسها، والوحدة بتاعت الكومباوند دي لو جات لها هتبيعها وتحل بقى كل مشاكلها، ولأن اسمه هو نفس اسم جوزها فهو الوحيد اللي يقدر يساعد. فجو بيقول لها إن ده نصب علني وهو مش هيشارك فيه، وبيسيبها وبيمشي. وبنروح بقى لجدته بنشوفها وهي داخلة المكتب بتاعها، وبنعرف إنها ست شاطرة جدا وعندها مجموعة شركات ناجحة قوي، وأهم شركة فيهم شركة حلويات. المهم إننا بنشوف بنتها وهي بتتخانق معاها بسبب إنها خصمت لابنها أونج اللي هو حفيدها بسبب غلطة صغيرة جدا، وبتتهمها كمان إنها مفضلة جو عليه. فبتقول لها الجدة إن أونج وجو واحد عندها ومش بتفرق بينهم، ولكن الفرق إن جو مركز في الشغل وبيطور الشركة، وأونج العكس بيستغلها وبس. ولكن عمة جو بقى وقتها بتتمادى وبتقول لمامتها إن ابنها ومراته ماتوا بقى، وهي اللي متبقيه لها دلوقتي علشان ترعاها لما يجي الوقت اللي ما تعرفش ترعى نفسها فيه. فبتتعصب الست وبتطلب من جوز بنتها هان اللي بيبقى واقف قدامها انه ياخدها ويرميها بره. وفعلا بنشوف اونج وهو قاعد بياكل من حلويات الشركه وبيبان عليه عدم المسؤوليه. وبتفضل بقى مامته تهزقه وتقول له ان جو بيحاول يكسب مكان اعلى منه عند الجده وهيبقى هو الرئيس من بعدها، ولكن جوزها بيقول لها تهدى كده لان رئاسه الشركه هتبقى للي يستحق، ولو الرئاسه راحت لجو فده علشان يستحقها اكتر من ابنهم. وبيبقى يا عيني راجل طيب ومش زي مراته ابدا. وبنعرف بقى ان جو وجوز عمته قريبين جدا من بعض وعلاقتهم حلوه قوي. وبما ان اجازه جو خلصت فبيقدموا هان على انه رئيس قسم التسويق الجديد، ولكن في اول يوم لجو بعد اجازته بيلبسوا اونج في مهمه صعبه جدا قدام جدتهم. وبنعرف بقى ان من 6 شهور بالظبط اونج تعاقد مع مصممه علشان تصمم لهم تغليف علبه جديده من الحلويات، وكان التعاقد لمده صغيره جدا علشان كان عرض محدود، وبتبقى مصممه شاطره الصراحه وهم محتاجينها علشان يعملوا تصميم لعرض جديد. بس في العقد بيبقى مكتوب ان لو حصل تعاون تاني بينهم هيبقى السعر ازيد بكتير من السعر الاولاني. فبيتحدى جو في انه يتعاقد مع المصممه دي بسعر اقل علشان يوفر على الشركه. ولما بيكلموا المصممه دي بتقول لهم ايه بقى، عايزه 50 مليون وون وده 10 اضعاف السعر العادي. وبنعرف ان المصممه دي تبقى ميري، ولكنها بتكون عملت كده بسبب ان اونج كلمها من شويه وما عرفهاش هو مين، ولكنه قال لها ان الشركه هتتصل بيها وهي لازم تطلب رقم عالي وخلاص، وده علشان يخلي جو في موقف ضعيف قدام جدته. فبيطلب جو من المصممه دي تجيله الشركه يتفاوض معاها وما يعرفش لسه انها ميري. وبنروح بقى لهيون اللي بيبقى واقف قدامه وباصص للارض وهو عمال يهزق فيه ويضربه بسبب الوحده اللي بتضيع منهم دي. وبيبقى هيون متعود على استحقار وولي لدرجه انه بعد ما بيضربه بيرمي له الجزمه وبيقول له كمان يمسحها له. وبيبقى هيون مش عارف هو ايه اللي بيجبره على قله القيمه دي. المهم بقى بتقرر ميري تعدي على اهل جو جوزها وبتبقى عايزه تطلب منه مساعدته في موضوع الشقه، ولكنه اصلا مش بيبقى موجود. ومامته واخته بيعاملوا ميري اسوأ معامله وبيهزقوها هي ومامتها وبيقولوا عليهم انهم طمعانين فيهم، واحسن كمان ان جو سابها. فبتتضايق ميري بقى وبتقول لهم انها اسفه علشان جات لهم وهي هتمشي فعلا، ولكن هي دلوقتي عرفت جو ابنها طالع وقح لمين. فبتحاول مامة جو تضربها، ولكن ميري بتمسك ايديها وبتقول لها ان ايديها دي لو كانت اتمدت عليها كانت هتعلق منشورات في الشارع بتاعهم وتفضح جوزها اللي اتطرد من شغله بسبب انه اتحرش بالمساعده بتاعته. وكل ده هم عايشين على الوهم. وبعد ما ميري بقى بتهدى كده شويه بتروح للشركه علشان تتفاوض على السعر بتاعها. وجو التاني بقى بيبقى مصدوم ان ميري هي المصممه اللي تعباهم، وكمان ميري مش بتبقى متوقعه انه يبقى رئيس التسويق المسؤول عن التعاقد معاها. وعلى طول بقى ميري بتقول له انها موافقه على اي عرض منه ولكن بشرط هو انه يساعدها في موضوع الوحده بتاعه الكومباوند. فبيقول لها جو ان هي بتستغله، فبتقول له انه محتاجها وطالما محتاجها يبقى يتعب بقى شويه علشان يتعاقد معاها. ففعلا ساعتها بقى بيضطر يوافق
بيتفق وبيروح مع ميري لشركة بيوتي فعلا علشان يستلموا منهم الوحدة، وبتحفظوا كل حاجة علشان ما يقعش بلسانه، وكمان بتلبسه نظارة علشان يبقى شبه جو جوزها في البطاقة، وبيتحججوا ان صور البطايق بتبقى مختلفة عن الشكل اللي بجد، بس بيبقوا مجبرين يتصوروا مع وو وهما بيستلموا مفتاح الوحدة. ولكن جو وقتها بيفكر بسرعة وبيفضل يعطس وبيقول ان عنده مرض معدي ولازم يلبس كمامة، وكلهم وقتها يلبسوا كمامات علشان ما يتعدوش منه، وفعلا هو وميري بيلبسوا كمامات وبيتصوروا من غير ما اي حد يعرفهم. وبيروح بعد كده بقى مع ميري لهيون علشان يوريهم الوحدة، وكانوا مبهورين بيها، وميري خلاص كانت عايزة تاخد عقد الوحدة علشان تبيعها وتخلص من التعب ده، ولكن هيون بيقول لهم ان عقد الوحدة مش هيتكتب باسم ميري غير بعد 3 شهور، والمصيبة الاكبر ان هيون اصلا ساكن في الوحدة اللي قدامهم وهيشوفهم كل يوم، فكده بيبقوا مجبرين يسكنوا سوا في ال3 شهور دول. وفي الشركة بقى بتاعة اهل جو، اونج بيبقى مكسوف جدا ان جو عرف يتعاقد مع ميري بسعر كويس قوي واثبت كده انه اشطر منه. وفي الوقت ده بقى بنشوف محاسب الشركة اللي بيكون اسمه كو وهو قاعد مع هان وبيوريه بالاوراق والارقام ان بيحصل اختلاس في الشركة ولازم يحققوا علشان يعرفوا مين اللي بيعمل كده. وبنعرف بقى ان ميري علشان ما بقاش عندها مكان تعيش فيه بقت مضطرة تقعد في فندق الكام يوم دول لحد ما تستلم الوحدة، وبيبقى فندق الصراحة رخيص ومرعب شويتين، ولكنها برضو مش معاها فلوس علشان تروح لمكان احسن. وتاني يوم بقى بتروح للشركة بتاعة جينج علشان يبدأوا شغل على العرض الجديد، ولما اول يوم شغل بيخلص جو بيعزم فريقه على العشاء وبيشربوا سوا، ولكن ميري مش بتقدر تمسك نفسها وبتشرب كتير، فبيضطر هو بقى يركبها عربيته علشان يوصلها بيتها، وبيعرف بالعافية انها ساكنة في فندق دلوقتي، فبياخدها على الفندق ده وبيدخلها اوضتها، ولكنه بيلاحظ ان صاحب الفندق ده مش راجل تمام كده وبيبص لها بصات مش لطيفة يعني، فبينزل جو بيروح على عربيته علشان يمشي، ولكنه بيقلق عليها، فبيطلع لها تاني وبيلاقي باب اوضتها مفتوح، ولما بيدخل بيلاقي صاحب الفندق قريب جدا منها، فبيروح ناحيته وبيضربه بالبنية، ولكن ميري هي اللي بتوقفه وبتقول له انها قامت عملت كوباية رامن ولكنها وقعت مية سخنة على نفسها، وصاحب الفندق الله يكتر خيره جاب صندوق اسعافات علشان يعالجها، ولكن بسبب اللي حصل ده بتطرد ميري من الفندق. فبيقول لها جو بقى انها لازم تستفيد بالوحدة بتاعتها وتروح تعيش فيها، ولو هيون شافها وسألها عليه تقول له عنده سفرية شغل، وفعلا جو بيوصلها للوحدة وبيسيبها وبيمشي. وبنروح بقى لهان اللي بيبقى في الوقت ده في الشركة وشاف المحاسب كو وهو ماشي، فبيديله كده ازازة مشروب طاقة علشان يشربه وهو راكب عربيته وراجع لبيته، وفعلا كو بيشربها، ولكن المشروب ده بيبقى فيه حاجة، وبعد شوية كو مش بيبقى واعي باللي بيحصل حواليه وبيعمل حادثة وبيتكل. ولما هان بقى بيروح للجدة بعد كده وبيعرفها بتزعل قوي وبتروح بسرعة علشان تحضر الجنازة بتاعته، ولكن هان بيقول لها انه هيروح هو لوحده وهي ترجع البيت بس وترتاح، وبيروح فعلا والحزن بيبقى باين على وشه وهو بيعزي مرات كو وابنه. وبالليل بقى بيعرف هيون ان ميري نقلت للوحدة، فبيدخل يطمن عليها وبيرحب بيها، ولما بيسأل عن جو بتقول له انه في سفرية شغل، فبتتصل بعد كده بيه وبتعرفه ان هيون جالها وسأل عنه ولازم بقى يعملوا اي حاجة علشان يثبتوا له انهم متجوزين، وعلشان كده تاني يوم بيروحوا يتصوروا مع بعض ببدلة وفستان علشان تبقى صورة جوازهم اللي هيعلقوها في الوحدة، وفعلا بيعلقوها في البيت وبيبدأوا يفرشوا البيت كأن في 2 متجوزين عايشين فعلا. وبنروح بقى للجدة اللي بتبقى لسه مصدومة من خبر موت كو، ولكنها بتتصدم اكتر لما جوز بنتها بيدخل عليها وبيعرفها ان للاسف فريق التدقيق اكتشفوا ان كو بيختلس فلوس من الشركة، ولما واجهوه اعترف انه عمل كده علشان كان بيلعب قمار، ولكن للاسف في نفس اليوم اللي اكتشف فيه ده عمل حادثة ومات، وعلشان كده لازم يتكتموا على موضوع موته ده ويقولوا انه حادثة عادية. بس بالليل لما الجدة بتنزل علشان تتعشى مع عيلتها بتقول لأونج انه هيمسك قسم المحاسبة في الشركة لحد ما يلاقوا بديل لكل مات، فبتفتح عمة جو في الكلام وبتقول انها بدأت تخاف من العربيات ولازم اللي يسوق ياخد باله لانه ممكن يموت ولو معاه عيلته هيموتوا كمان، فجوزها بيسكتها وبتكتشف كده انها قالت حاجة غلط، فبتحاول بقى تعدي الموضوع وبتقول ان عادي يعني اخوها ومراته عملوا حادثة وماتوا، وبتبص لجو بتقول له انها مش قصدها تضايقه، فبيقول لها انه تمام ومش زعلان، ولكن طبعا بيبان عليه عكس اللي بيقوله، فبيسيب الاكل وبيقوم كمان. فبتقول بقى عمته انه بقى يزعل بصراحة بسرعة، فبتشتمها مامتها وبتقول لها انها رغاية قوي ولازم تخرس بقى. اما جو بقى فبيطلع اوضته وبيروح يبص في صورة باباه ومامته وبيطلع دبدوب من الدرج عنده، ولما بيمسكه بيحس انه بقى احسن. وبنعرف ان في يوم الحادثة لما خرج من تحت العربية ماشي لحد الطريق وهو غرقان دم وبيعيط شافوا سواق تاكسي كان راكب مع بنته ونزلوا علشان يساعدوه، ولكن بنت سواق التاكسي حست ان جو صعبان عليها فسابت له الدبدوب بتاعها، طبعا كلنا عارفين من دلوقتي هتطلع مين. المهم يعني جدة جو بتوصل لمركز الشرطة فبيجري جو ناحيتها وهو بيعيط وقتها،
ولما بيبص وراه بيلاقي البنت دي ما بقتش موجودة، ولكنها بتبقى لسه سايباله الدبدوب ده. ولما بيطلع جو يركب العربية مع جدته بيشوف البنت دي وهي منهارة من العياط، وبتبقى زعلانة عليه وعلى اللي حصل له، وبيحاول باباها يهديها. وبسبب اللي حصل جو بيعتبر البنت دي حبه الأول اللي لا يعرف اسمها ولا يعرف هي فين. بس خلينا دلوقتي نروح لجو جوز ميري، واللي بيكتشف بالصدفة ان جيني بتخونه، ولكنه مش بيقدر يواجهها لانه لسه مش متأكد، وبيبقى لسه كده مستني اللحظة المناسبة. وبنعرف بقى ان الرئيس وو عمل مصيبة، وكالعادة هيون مسؤول عن حل مصايبه، وبيروح لمركز الشرطة لانه وو بيكون مسك واحد ونزل فيه ضرب لحد ما شوه وشه. ولكن هيون بيقدر يغري الراجل ده بالفلوس، وبيحول له فعلا 300 مليون وون. ولكن علشان الاخبار وكده فوو بيبقى لازم يبات في المستشفى فترة ويمثل انه تعبان. وبنعرف ان الدكتورة المسؤولة عنه تبقى جينج، وبتكون سمعتهم وهما بيتكلموا وعرفت ان وو هربان من مشكلة. وتاني يوم بقى بتتصل مامة ميري بيها وبتقول لها انها رايحة لبيت اهل جو جوزها علشان تديهم اكل هي عاملاه وتزورهم. فبتترعب ميري من انها تعرف الحقيقة، ولما جو بيشوفها في الحالة دي بيقول لها ما تقلقش ابدا، وهو هيروح لحد هناك ويحاول يبعد مامتها قبل ما تدخل لاهل جوزها. بس للاسف بيكون متاخر، لان مامة ميري لما بتخبط على اهل جو بتلاقيهم بيتكلموا معاها بمنتهى قلة الذوق، وبيعرفوها ان جو ساب بنتها لانها مش من مستواهم، وبيزقوها والاكل اللي هي جايباه كمان بيترمي على الارض. وبيكون جو وصل وشاف مامة ميري كده وهي واقعة على الارض ومتبهدلة، فبيلم حاجاتها وبيروح يركب مامة ميري في عربيته، وبيعرفها انه زميل بنتها في الشغل. وطول الطريق مامة ميري مش بتبطل كلام مع جو، وبتحكي له بقى كل ذكريات بنتها العبيطة، فطبعا بيبقى مبسوط. ولكن لما بيوصلها لمحطة الباص اللي هترجع بيه لبيتها بتكلم ميري بقى، وبتقول لها انها ما قدرتش تقابلهم، وبتطلب من جو ما يعرفش ميري اللي حصل، وانها عرفت انها اتطلقت وهتستناها بقى لحد ما تقول لها هي. ولكن اهل جو بيتصلوا بيها وبيبقوا عايزين يضايقوا فيها، وبيعرفوها انهم كمان هزقوا مامتها اللي جات لهم لحد عندهم، وصدموها بخبر الطلاق اللي هي ما كانتش تعرف حاجه عنه. فبتقعد تعيط يا عيني لحد ما جو بقى بيروح لها الوحده وبيلاقيها بتعيط كده، فبيحاول يهدي فيها، فبتفتح في العياط اكتر. المهم يعني انه بينصحها تتصل بمامتها وتعرفها هي كل حاجه. ففعلا بتتصل بيها وبتعرفها ان جو خانها وانها ما سجلتش طلاقهم ولا عرفت حد بسبب موضوع الوحده اللي كسبتها دي. فبتتصدم ميري من ردة فعل مامتها اللي بتدعمها في اللي بتعمله، وبتقول لها تطلع من جو ده بحاجه مفيده بقى، ما يبقاش خاينها وكمان خسرانه فلوسها وبيتها القديم. بس بنروح بقى لجو جوز ميري اللي بيبقى قاعد يتعشى مع جيني، وهي بتقول له ان هي هتروح تقابل واحده صاحبتها، فبيخليها تمشي لوحدها وبيوهمها انه رجع على الفندق، ولكنه بيبقى مراقبها لحد ما بيقبض عليها متلبسه وهي بتخونه مع واحد تاني. وبعد شويه بتتصل مامة ميري بيها وبتطلب منها تتصل بجو زميلها وتساله على محفظتها لانها شاكه انها وقعت منها في عربيته. فبتتصل ميري بجو اللي بيروح يدور في عربيته فعلا لحد ما بيلاقي المحفظه، ولما بيفتحها بيشوف صوره ميري وهي صغيره، وبيكتشف انها حبه الاول. ولكنه مش بيبقى مصدوم لانه اتصدم بالخبر ده لاول مره لما راح يوصلها للفندق اللي كانت ساكنه فيه، وشاف شنطتها مفتوحه وجواها برواز لصورتها وهي صغيره. وبيكون طبعا مبسوط ان القدر جمعه بحبه الاول تاني، وبقى قدامه فرصه كمان يقرب منها ويعترف لها بمشاعره القديمه. وبعد شويه بقى ميري بتلاقي تليفونها بيرن وبتشوف اسم جو، فبترد بسرعه وبتساله لقاها ولا لا، ولكنها بتسمع صوت جو جوزها وهو بيقول لها انها وحشاه، وبيعرفها انه رجع لسول وعايز يشوفها. فبتقفل طبعا في وشه وبتبقى مستغربه هو متصل ليه. وبنعرف بقى انه لما واجه جيني بخيانتها بتصدمه ان لا الراجل ده يبقى خطيبها اصلا وهو الشخص اللي بتخونه معاه. فبيقول لها انه طلق مراته وساب كل حياته علشانها، فبتقول له انها مقدره ده وهتفضل معاه حتى لو اتجوزت عادي. فبيقول لها جو ان ده جنان وانها لازم تختاره بينه وبين خطيبها، فمن غير تردد بتختار خطيبها وبتتخلى عنه. وبنروح بقى لميري اللي بتبقى قاعده مع اقرب صاحبه ليها من ايام الطفوله واللي بيكون اسمها هواه، وبتبقى عايزه تعرفها على جو بما انه بقى اقرب حد ليها الفتره دي. وبتفضل هواه بقى من بعدها تحكي لجو عن طفوله ميري وعلى حبها الاول، وبيكتشف ساعتها انه الحب الاول لميري برضه، لان هي كمان لما اديته الدبدوب اعتبرته حبها الاول اللي مش قادره تنساه. وبنعرف ان جينج شخصنت الموضوع بقى معه وقالت له انه بخير ولازم يسيب المستشفى ويمشي كمان علشان في ناس غيره محتاجين السرير ده بجد. ولكن وو بقى بيفضل مصمم انه تعبان، فبتفتش جينج الاوضه وبتطلع منها سناكس ومشروبات كحوليه وبتقول له انه مفيش مريض هيبقى عايش بالحاجات دي، وبتعرف هيون ان اللي بيعملوه ده غلط ولازم يخرج رئيسه والا هتعمل لهم مشكله. ولما بتسيبهم بتروح بسرعه علشان تقابل جو لانهم كانوا متفقين يتعشوا مع بعض. وجينج بتبقى مقرره بقى تعترف له بمشاعرها في اليوم ده لاننا بنعرف انها بتحبه طبعا من زمان، ولكنه بيسبقها وبيعرفها انه لقى حبه الاول اللي كان بيكلمها عليها دايما
وطلعت البنت بتاعت الصبارة اللي جابها لها تعالجها قبل كده. ولما بياخد رأيها في انه يعرفها ولا لأ بتقول له استنى الفرصة المناسبة، وطبعا بتبقى زعلانة من الخبر ده ومش بتعترف له بحاجة. وتاني يوم بقى بنشوفه وهو مع عيلته في المعبد، وده علشان يحيوا ذكرى وفاة بابا ومامته، ولكن عمته وابنها مش بيبقوا مهتمين، وكل اللي بيفكروا فيه هياكلوا ايه، ومش عايزين ابدا يراعوا مشاعره اللي بيبقوا عارفين انه اصلا واقف وراهم. بس بنعرف بقى ان موتهم ده ما كانش مجرد حادثة، وده لانها بتكون جريمة قتل متخططة، واللي عمل كده يبقى هان، وبيبقى نفس اللي عمله في كو، وبيبقى وشه الطيب ده مجرد قناع بيضحك بيه على كل اللي حواليه. المهم اننا بنعرف ان اليوم ده اصلا بيبقى يوم عيد ميلاد جو، علشان كده كل سنة بيقضي نوم، وده لانه بيبقى شايف نفسه سبب موت اهله، لانه لما كان راكب معاهم في العربية كان بيشتكي لهم من اونج اللي بيسرق لعبه وبيشتمه، فبيبص له باباه وبيقول له ما ينفعش يقول كده على ابن عمته لانهم اخوات، وبيقول له ما يزعلش وهو هيجيب له كل اللعب اللي هو عايزها. بس علشان بابا جو بص وراه بتظهر عربية نقل قدامهم، طبعا احنا مصاحبينها خلاص، وبسببها بيقعوا من فوق الكوبري والعربية بتتقلب بيهم. ولما جو اعترف على نفسه جده كرهه وما بقاش طايق يشوفه لحد ما مات وهو بيكرهه، ولكن جدته بقى كانت حنينه ومتفهمه انه طفل وده غصب عنه. المهم بقى ان جو كان خلاص على وشك الانهيار من ذكرياته دي كلها، ولكن بيلاقي ميري وقتها بتبعت له رساله بتقول له انها عرفت ان النهارده عيد ميلاده من فريق التسويق بتاعه الشركه، وبتعرض عليه بقى تجيب له كيكه وتحتفل معاه. فبيقول لها انه موافق طبعا وعايزها تعزمه على وجبه كمان، فبتقول له يختار بقى ياكل ايه، فبيقول لها انه عايز ياكل من ايديها وفي بيتها، فبتتفاجئ ولكنها بتقول له ان هي هتحضر الاكل على ما يجي. وعلى طول ميري بتقوم تتصل بمامتها وبتطلب مساعدتها في انها تعمل وليمه، وبتبقى مامتها متاكده انها بتعمل الاكل ده لشاب طبعا، ولكن ميري بتتكسف وبتقفل في وشها. ولما جو بقى بيوصل البيت بيلاقيها محضره له اكل كتير قوي وشكله حلو قوي وكمان كيكه، بس للاسف يعني الطعم مش بيبقى زي الشكل وبيبقى الاكل مالح جدا، ولكنه علشان ما يزعلهاش زود الاكل ميه وكمل اكل لحد ما شبع. وفي نص الاكل كمان بيشكرها وبيقول لها انها الشخص الوحيد اللي اهتم بعيد ميلاده من يوم موت بابا ومامته، وبيعرفها بقى بابا ومامته ماتوا ازاي وقد ايه هو حاسس بالذنب. واول ما بيخلص كلام بيكمل اكل، فبتاكل ميري هي كمان ومش بتعلق على كلامه علشان ما تزعلهوش. وفي يوم بقى بنشوف جينج وهي واقفه في تجمع رياضي، وده بيحصل كده كل فتره، وبيتجمع شويه شباب علشان يجروا سوا، بس جينج بتشوف هيون معاها في التجمع ده. المهم ان في نص المسابقه اللي بيجروها بتقع واحده وهي قاطعه نفس، وبما ان جينج دكتوره فبتعمل لها انعاش وبتحاول تلحقها، بس وهي بتعمل الانعاش ده بيعدي شاب وبيطلع تليفونه وبيصور جينج اللي بتبقى لابسه يعني لبس قصير حبتين، فبيحاول صاحب الشاب ده ينصحه يوقف، ولكن الشاب ده بيقول انه هيكسب كتير قوي على الفيديو بتاع جينج ده. فبيشوفه هيون وبيقلع الجاكيت بتاعه وقتها وبيغطي جينج بيه وبيبعدها كمان علشان يعمل للست دي الانعاش. ولما الاسعاف بتوصل بيقدروا يلحقوا الست المريضه دي بمساعده جينج وهيون، ولما بتدور جينج على هيون مش بتلاقيه بعدها، وده لانه بيكون ماسك الشاب اللي صورها وبيضرب فيه لحد ما فعلا بياخد التليفون منه وبيمسح كل اللي صوره. وفي يوم بقى جو جوز ميري بيتصل بشان وبيعرف مكان الشركه اللي ميري بقت تشتغل فيها، وبيروح علشان يقابلها، ولكنه بيلاقيها نازله مع جو تاني وبتركب مع العربيه، فبيفضل ماشي وراهم بعربيته لحد ما بيوصلوا للوحده اللي في الكومباوند وبيطلعوا مع بعض البيت. وبعد شويه بينزل جو ده علشان يمشي، وبعده بشويه بتنزل ميري وراه علشان ترمي الزباله، فجو جوزها بيشوفها وبيسالها هي بتعمل ايه ومين الراجل اللي طلع معاها الوحده ده، فبتساله ميري هو بيراقبها ليه، فبيقول لها جو انه عارف كل حاجه وبيقول لها انها بتشتغل خدامه عند الراجل ده. فطبعا ميري بتفرح بغبائه جدا وبتستغله بقى وبتقول له انها فعلا بتعمل كده علشان الديون اللي عليها، واللي لما طلبت مساعدته سابها لوحدها. فبيفضل يقول لها انا اسف وانه ندمان على اللي عمله، وبيكذب وبيقول لها انه ساب جيني علشانها، ولكن ميري بتقول له انها مش مستفيده بالاسف بتاعه ده وبتطلب منه يمشي بقى. فبيتهمها انها بتخونه مع جو تاني وبيقتحم البيت وبيقول لها انه عايز يشوف هو غني قد ايه علشان تحبه كده وتنساه، ولكن ميري وقتها بتترعب من انه يشوف صورتها معاه، فبسرعه بتشده من ايديه وهو بيحاول يقاوم، ولكنها لما بتسيب ايديه فجاه بيقع على دراعه وبيكسره وبيفضل يصرخ، فبتنقله بقى للمستشفى، وبيستغل جو اللي حصل ده في انه يخليها جنبه. وتاني يوم بقى هان بيبقى في مكتب الجده، واول ما بيخرج منه بيشوف مرات كو وهي ماسكه فايل وداخله للجده، وبنعرف ان مرات كو بتبقى جايه علشان تعرفها انها لقيت الفايل ده في حاجه جوزها، والفايل بيقول انه اكتشف اختلاس في الشركه وتقريبا ده يبقى سبب موته. وفعلا لما الجده بتبص في الفايل بتعرف موضوع الاختلاس وانه مربوط بشركه اسمها جي للاستشارات، ودي شركه امريكيه هان اللي تعاقد معاها اصلا، ولكن هان بيحس انه قرب يتكشف فبيتصل بواحده وبيقول لها تبدا في عمليه قفل الشركه، ولكن ابن الست دي بيصحى وبيسالها بتكلم مين، فبتقول له انها بتكلم باباه، وفعلا هان بيكلم الولد ده وبيقول له انه وحشه قوي
قوي وهيجيله قريب. وبنعرف ان هان مش بس قاتل ومختلس، ده كمان متجوز ست تانية على مراته من 8 سنين ومخلف منها، ومحدش طبعا يعرف اي حاجة. وخلينا بقى نروح لجينج دلوقتي، وبنشوفها وهي بتحط الجاكيت بتاع هيون في شنطة ومعاه ورقة بتشكره فيها على اللي عمله. وبنعرف انها لما كانت بتدور على هيون شافته وهو بيضرب الشاب اللي صورها، وعرفت هو بيضربه ليه، وكمان شافته وهو بيمسح الصور. وفي الوقت ده بقى ميري بتبقى مع جو جوزها بتأكله، وهي ضغط على نفسها وعصر على نفسها ليمونة لانها سبب في اللي حصل له. وكانت المفروض متفقة مع جو تاني يتقابلوا اصلا ويتغدوا، ولكنها مش بتعرف تروح له بسبب جوزها، وبتخاف بقى تقول له علشان ما يزعلش. المهم جينج بتقابل هيون فعلا لانه بيبقى جاي لوو، فبتديله الجاكيت بتاعه وبتشكره كمان، ولكنه بيبقى جاف معاها حبتين وبيسيبها وبيمشي. المهم ان لما جو بيعرف ان ميري مش هتيجي تتغدى معاه بيزعل قوي، وبيقرر بقى يروح لمين، جينج المستشفى، بما انها يعني صاحبته كده. ولكن بقى بالصدفة الشنيعة بيشوف ميري وهي ساندة جو جوزها على كتفها وبتوديه الحمام كمان، فبيروح جو وبيسند هو جو جوز ميري وبيرجعه على اوضته. وطبعا ميري وقتها بتتأسف له وبتقول له انها كان لازم تعرفه ان جوزها جه الوحدة وكان هيشوف صورتهم سوا، ولكنها غصب عنها بتوقعه وبتكسر دراعه، وكان لازم بقى تبقى جنبه علشان ممكن يدور عليها ويعمل لهم فضيحة لانه لما بيتعصب بيبقى مجنون. فبيقول لها وقتها انها كان لازم تقول له علشان يجي لها وما تبقاش معاه لوحدها، وما تنساش برضو اللي هو عمله فيها قبل كده. فبتسأله ميري هو متعصب كده ليه، فبيقول لها علشان بيحبها ومش حابب يشوفها الصراحة مع راجل تاني، خصوصا يعني ابو دراع مكسورة ده. فطبعا ميري بعد الاعتراف الجامد ده بتتصدم وبتقوله انها من الناحية القانونية مطلقة وعيلته يعني ممكن ما توافقش بيها. فبيقول لها انه معجب بيها وان عيلته ملهاش دخل بمشاعره، وبيسألها بقى هل هي خايفة لا يكون بيستغلها علشان الوحدة بتاعتها، ولكن اصلا مش بيديها فرصة ترد. وبيقول لها انه بيقبض قبض كويس جدا ومش محتاج يستغلها، وزي ما قال هو بس بيحبها. ولما ميري مش بترد عليه وبتعترف له بمشاعرها هي كمان، بيقول لها تعتبر الحوار ده ما حصلش اصلا. وبيروحوا بقى لجو جوزها، فبيسأل وقتها جو جوز ميري جو التاني يبقى مين يعني، فبيقول له انه صاحب الوحدة اللي هو اقتحمها، ولو ما بطلش اللي بيعمله هيرفع عليه قضية ويحبسه. وبيقول له ان من اليوم ده هيبقى هو المسؤول عن رعايته، وميري هتروح بيتها علشان ترتاح بقى. وفعلا جو بيروح لجو جوزها كل يوم تقريبا، وبيستخدم معاه اسلوب البرود علشان ما يردش على استفزازه ده. وبيفرح جو جدا لما بيلاقي رسالة من ميري وهي بتتأسف له علشان زعلته، وبتقول له انها مش هتعمل له حاجة تزعله تاني. وبما ان جو بقى اعترف بمشاعره لميري فبقى يعاملها كأنهم مرتبطين اصلا، وبيجيب لها هدايا وبيدلع فيها، وبيقول لها انه بيحبها وهيفضل يعاملها كده لحد ما تبادله نفس المشاعر دي. وبنشوف وقتها جينج وهي مع هيون وبتكون عازماه على الغدا كشكر على اللي عمله علشانها، ومش بتبقى مصدقة انه وافق يجي معاها، بس جينج بتتقل في الشرب شوية، ولان هيون ما يعرفش بيتها فبيضطر بقى ياخدها لبيته هو. وتاني يوم لما جينج بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها في بيت غريب، وبتفتكر على طول كل اللي عملته مع هيون، مش بتبقى قادرة تستحمل شعور الإحراج ده، ولكنها بتلاقيه داخل عليها بيديها هدوم وبيقول لها تاخد بس دش وتغير هدومها علشان تروح على شغلها. ولكن جينج بقى أول ما بتخرج من بيته بتلاقي جو وميري في وشها وبيبقوا لابسين لبس زي بعض وكأنهم كابل، فبيضطر بقى يحكي لها موضوع الوحدة اللي ميري كسبتها وإنه بيساعدها وبيمثل يعني إنه جوزها علشان تخلص من الديون اللي عليها. ولكن جينج بتقوله إنه مجنون لأنه كده بقى شريكها في الجريمة دي. وتاني يوم بقى على طول بتتصل بميري وبتطلب منها إنهم يتقابلوا، وبتقول لها إنها لازم تتكلم معاها، وبتعرفها إنها لازم تخرج جو من الموضوع بتاعها ده لأن لو الخبر انتشر هيتفضح وحياته هتنتهي، وده لأنه وريث شركة. فبتسألها ميري شركة إيه، فبتقول لها جينج وريث الشركة اللي هو بيشتغل فيها لأن جدته تبقى صاحبة الشركة. وبنعرف إنه بيبقى المخبي الموضوع ده عن كل اللي في الشركة طبعا. وبتكمل كلامها بقى وبتقول لها إنه لازم هي اللي تخرجه من الموضوع ده لأنه شايف إنه مدين ليها. وبتعرفها كمان إن جو يبقى الولد اللي هي وباباها أنقذوه وادته الدبدوب بتاعها. فمن الصدمة ميري بتقرر تروح للمدينة اللي مامتها فيها، وبتقابل وقتها جينج جو بتعرفه إنها قابلت ميري وعرفتها إنه وريث شركة جدته وكمان هو الولد اللي أنقذته وهو صغير. فبيتعصب بقى وبيسيبها وبيمشي علشان يلحق ميري، وبيروح بسرعة على المدينة بتاعت مامتها وفعلا بيقابلها في الشارع بالصدفة وبيطلب منها يتكلم معاها شوية. فبيروحوا فعلا يقعدوا في مكان هادي، وبتسأله وقتها هل هو لسه محتفظ بالدبدوب بتاعها، فبيقول لها اه. فبتسكت ميري ومش بتعرف تتكلم، وبتقول له انه مش مضطر يعمل كل اللي بيعمله معاها علشان شعور انه مدين ليها ده. فبيقول لها جو انه بيعمل كل ده لانه بيحبها بجد وهيفضل يحبها وهيفضل جنبها. ولكن ميري مش بتقدر تستحمل وبتعرفه ان هي كمان بتحبه بقى من اول مرة شافته فيها اصلا. وبيتمشوا سوا وبيرجعوا للبيت وهما ماسكين ايد بعض وبيفضلوا يتكلموا على طفولتهم، وبتحكي ميري قد ايه هي كانت بتحب باباها وموته كان
صدمة كبيرة قوي ليها. فبيقول لها جو ان هو كمان بيحبه ومن غيره ما كانش هيبقى واقف جنبها دلوقتي. وخلينا بقى نروح لجينج دلوقتي اللي بتبقى قاعدة في نص الشارع بتفكر في اللي عملته، وبتبقى الصراحة زعلانة من نفسها وفي نفس الوقت مكسوفة. فبيشوفها هيون اللي في الوقت ده بيكون بيجري في الشارع، فبيسألها على اللي مزعلها كده ولكنها مش بتتكلم. فبيقعد بقى جنبها وبيقول لها ان شكلها اعترفت بمشاعرها للشخص اللي هي بتحبه وهو رفضها، وبيعرض عليها علشان كده تقوم تجري معاه علشان تنسى يعني مشاعر الزعل دي. وفعلا جينج بتقوم وبتجري معاه، وفي اخر الجريه بتفضل تعيط وهي منهارة، وبتقوله انها اقتنعت خلاص ان قلب الراجل اللي هي بتحبه مش معاها ابدا ولكنه مع بنت تانية. وبنعرف ان علشان الوقت اتاخر فجو بقى مضطر يبات مع ميري ومامتها، وبتبقى مامة ميري مبسوطة قوي لانها متأكدة ان في حاجة بين بنتها وجو ده اللي عريس لقطة بالنسبة لها. وتاني يوم بقى مامتها بتعمل وليمة لجو على الفطار، وبتقوله انها عارفة ان في حاجة بينه وبين بنتها وهي مش هتتدخل في حاجة بينهم، ولكنها بتترجاه يعملها هو وباباه ومامته كويس لانها مش هتحب اللي حصل لبنتها يتكرر من تاني. فبيقول لها جو انه ما عندوش اب ولا ام ولكن عنده جدة، وجدته لطيفة وهتحب ميري. فبتفرح مامتها قوي وبتديله اكل كتير وبتقوله انه لازم بقى يتغذى. وبعدها بيروحوا هما التلاتة علشان يزوروا بابا ميري ويعرفوا جو بنفسه ويشكروا يعني على مساعدته ليه وهو طفل. ولكن تليفون ميري وقتها بيرن، وبتبقى اختها الصغيرة سو اللي بتبقى عايشة في امريكا. وبالمرة مامة ميري بتعرف سو على جو انه هيبقى جوز بنتها الجديد. وبنروح بقى لهان اللي بيبقى مفهم مراته ان عنده سفرية شغل في امريكا، ولكن في الحقيقة بيبقى رايح علشان يقعد مع مراته وابنه شوية. وفي يوم بيعرف جو ميري ان جدته عازمة فريق التسويق كله على الغدا عندهم في البيت كمان، وخصوصا يعني هي لانها معجبة جدا بتصميمها. وبيقول لها ما تتوترش ابدا وتهدى كده لانه هيبقى غدا عادي. وبيجي يوم العزومة دي وفريق التسويق كله بيبقوا مصدومين ان جو يبقى حفيد صاحبة الشركة اللي هم شغالين فيها اصلا. وبيبقى يوم لطيف وبيتغدوا سوا، وميري بتشوف قد ايه جدة جو لطيفة. ولكن وهما ماشيين بيشوفوا جينج اللي بتروح للجدة قدامهم وبتسلم عليها، وبتتعامل الجدة معاها بشكل مختلف جدا كأنها فرد من العيلة اصلا. فطبعا بتغير ميري وبياخد جو باله من ده. المهم بقى ان جينج بتبقى جاية علشان تكشف على الجدة وتطمن عليها بشكل عام، ولكن الجدة بتقول لها انها بتتمنى تفضل عايشة علشان تشوفها هي وجو متجوزين لانها عارفة انها بتحبه. فجينج بتزعل وبتقول لها انها فعلا بتحبه ولكن كأخ ليها، وبتسيبها وبتمشي علشان ما تنهارش قدامها. وفي يوم بقى جو بيتصل بميري وبيقول لها انه جاي ليها البيت يقعد معاها شوية. فهي طبعا بتقوم علشان تجهز وتبان يعني باحسن صورة قدامه. ولما جرس الباب بيرن بتجري علشان تفتح له، ولكنها بتتصدم لما بتلاقي جو جوزها قدامها وبيكون ماسك في ايده اثبات جواز، وعرف انها ما سلمتش ورقتها وهما دلوقتي لسه متجوزين. ومش بس كده، ده كمان بيقول لها انه عارف ان جو تاني منتحل شخصيته على انه جوزها، وده علشان بس الوحدة اللي هي عايشة فيها دي تبقى بتاعتها. وبيكون عارف لما راح يفك التأمين عن نفسه علشان محتاج فلوس، وعرف انه لسه متجوز وملوش تأمين. ولما قال انه مطلق لقى اثبات الجواز في وشه، بس ده خبر ما زعلهوش وفرح اصلا انها ما سلمتش الورقة لان ده معناه بقى انها لسه بتحبه وبتفكر فيه. ولكن لما عرف موضوع الوحدة قلبه اتكسر. الفكرة بقى انه بيبقى بيجح قوي وبيقول لها انه مسامح وخلاص هيخرجوا جو التاني ده من حياتهم ويرجعوا تاني لبعض والشقة تبقى بتاعتهم. فميري طبعا بترفض وبتقول له انها مش موافقة لانها بتحب جو تاني وعلاقتها بيه هي اللي انتهت. فبيتعصب وبيقول لها انه هيتصل بالمسؤولين عن الوحدة دي ويعرفهم النصب اللي هم عملوه. فبتقول له ميري ما يتعبش نفسه لانها ناوية تعترف على نفسها وهي مش عايزة تعيش في التوتر ده كتير. فبيقول لها جو انها حتى لو اعترفت على نفسها مش هيسامحها، ولو هي شايفة انها مش خسرانة حاجة فهو هيأذي جو التاني ده لان هو وجدته اصحاب شركات، وخبر زي ده هيدمر مستقبلهم. فهنا بقى مش بتسكت وبتزعق له وبتقول له انه ما عملش حاجة، هو بس كان بيساعد. فبيقول لها جو انه مش فارق معاه، ولو هي ما بعدتش جو التاني ده عنها هيبعده هو ولكن بطريقته هو. بس جو وقتها بيتصل بميري وبيقول لها ان جدته اتصلت بيه واضطر يرجع لها، وبتعرفه جدته موضوع الاختلاس اللي بيحصل في الشركة، وبتقول انها شاكة في هان. وبتعرف جو انه الشخص الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه علشان يكشف معاها حقيقة اللي بيحصل. فبيتواصل جو مع واحد يعرفه في امريكا وبيطلب منه يعرف ايه هي شركة جي للاستشارات دي ويحقق في موضوعها. وبيعرف جو ان الشركة دي بتاعت واحدة اسمها جيسيكا، ودي تبقى مرات هان التانية. وبيعرف ان عندها ابن عنده 8 سنين وكمان بيعرف عنوانها. وبنروح بقى لجيسيكا وبنشوفها وهي بتفتح باب بيتها علشان تستقبل ابنها اللي بيبقى راجع من رحلة، وبتبقى المربية بتاعته هي سو اخت ميري بما انهم يعني كوريين زي بعض. وتاني يوم جو بيبعت رسالة لميري وبيطلب منها تنزل تقابله قدام الشركة، وفعلا بتنزل وبتلاقيه مستنيها بالعربية وبياخدها على جنينة وبيكون محضر بقى جو رومانسي علشان يتغدوا سوا. ولكن ميري مش بتقدر تمهد له الموضوع وبتقول له على طول انها مش هتقدر
تكمل معاه وعايزاهم ينفصلوا وبتسيبه وبتمشي. وجو يعني مش بيبقى عارف يتصرف ازاي، ولكنه بيقرر يسيبها تهدى شويه. وبتتكلم بقى جينج معاه وبتتاسف له على اللي عملته، وهو بيسامحها على طول وبيقول لها انهم صحاب وطالما اتاسفت يبقى الموضوع خلص. وبتبقى ميري وقتها مفتقده جو زي ما هو مفتقدها بالظبط، ولكنها بتبقى مصممه تختفي من حياته، وعلشان كده مش بتروح الشركه، ولما بيجي البيت بتختفي وكانها مش موجوده فيه. لحد ما في يوم بقى جو جوزها بيروح لها وبتقول له انها عملت اللي هو عايزه وانفصلت عن جو. فبيقوم جو وبيقعد على الارض وبيفضل يتاسف لها علشان بس ترجع له، ولكنها بتقول له انها رافضه الموضوع ده وبتسيبه وبتخرج من البيت، وبتقول له ان هي هتسلم الوحده وتعترف باللي عملته. فبيتعصب بقى عليها وبيقول لها ان ده قرار مش بتاعها لانه ليه نص الوحده دي وهو مش موافق انها ترجع. ومن عصبيته رفع ايده وكان عايز يضربها كمان، ولكن جو التاني بيمسك ايديه وبيضربه. ولما جو بقى جوز ميري بيقول لها وقتها انه هيبلغ عنهم هما الاتنين، بيطلع جو التاني تليفونه وبيبقى مسجله وهو بيقول ان ليه نص الشقه ومش موافق على اللي هي تسلمها، وده معناه انه بقى متعاون معاهم في الجريمه دي. فبيضطر جو يمشي وهو متعصب جدا لان كده فعلا اتورط معاهم. وبيحضن بقى جو ميري وبيقول لها ان هي كان لازم تقول له علشان يبقى معاها، وبيعرفها انه يعتبر كلامها اللي قالته ده مش بجد وان هما ما انفصلوش. فبتتاسف له بقى على اللي عملته ولكنها كانت خايفه عليه. وتاني يوم بيعرف جو ان الشركه هتعمل حفله لذكرى السنه 80 للشركه، وبيعرف ان شركه بيوتي معزومين للحفله لانهم من العملاء بتوع شركتهم، وبيبقى خايف طبعا يكتشفوا اي حاجه. المهم ان جو بيروح لجدته وبيعرفها انه بيحب واحده وعايز يعرفها عليها، فبتطلب منه يعرفها عليها يوم الحفله. وفعلا بقى يوم الحفله جو بيروح بميري لجدته، واللي بتتفاجئ اصلا منها ميري، ولكنها بتقول لهم ياجلوا بس كلامهم بعد الحفله علشان الزحمه. وفعلا بعد الحفله بتروح ميري للجده وبتسلم عليها، فبتسالها الجده هل هي وجو قريبين جدا من بعض، فبتضحك ميري وهي مكسوفه. فبتقول لها الجده ان شكل كده هيبقى في كلام كتير بينهم، وبتتفق معاها تجيلها البيت علشان يتكلموا براحتهم سوا. ولكن بنعرف ان هيون بيبقى واقف وراهم في الوقت ده وسمع كل حاجه وفهم ان ميري وجو مش متجوزين اصلا. فبيروح وقتها لجو وبدون اي مقدمات بيسالوا عن علاقته بميري وهل هما متجوزين فعلا ولا لا. ولكن لحسن حظ جو بقى ان جي بتنادي على هيون وبتبقى شافته وهو بيسمع الجده وهي بتتكلم مع ميري، وفهمت انه عارف الحقيقه، فبتسلم عليه وبتقول له انها عايزه تكلمه في موضوع مهم. فبيمشي بقى معاها وبيقول لجو ان كلامهم لسه ما خلصش. ولما جي وهيون بقى بيبعدوا كده شويه، جي بتقول له انهم فعلا مش متجوزين زي ما هو فهم، فبيتصدم وبيسالها عرفت ازاي. فبتقول له انها تعرف جو كويس قوي وعارفه تفاصيل حياته. فبيقول لها ان جو يبقى الراجل اللي هي بتحبه بس هو مش بيحبها، فبتقول له انه كلامه كان صح وبتساله هيعمل ايه بقى. فبيقول لها ان للاسف كده هيسحبوا منهم الوحده وهيتحملوا المسؤوليه القانونيه. فبتقول له جي انها كده مفيش قدامها غير حل واحد بس، وهو انها تكشف هم عايزين يستخدموا الوحده في ايه. وبتطلع تليفونها وبتقول له انها كانت عايزه تجيب له الجاكيت بتاعه لحد بيته، ولكن وهي واقفه مستنياه في الكومباوند لقيته وقف بالعربيه قدام عربيتها، ونزل من العربيه بتاعته رئيس وو وابن اخت العمده. وسمعت ابن اخت العمده وهو بيقول لوو انه لو جاب له الوحده اللي بيحلم بيها ما يقلقش من اي تصريح تانية لشركته، بمعنى صح الوحده دي عباره عن رشوه، وكل ده كان متسجل بكاميرا العربيه بتاعتها. فبيسالها هيون هي كده بتبتزه، فبتقول له وقتها انها مش بتعمل كده، هي بس بتحمي الراجل اللي هي بتحبه، وفي نفس الوقت هو كمان هيحمي شغله برضه وسمعه رئيسه، يعني ايه مصلحه متبادله. وفي اليوم ده ميري وجو كانوا مع بعض في الوحده لحد ما فجاه بيلاقوا جرس الباب بيرن، وبيعرفوا انها سو اخت ميري، وبتكون عرفت العنوان من مامتها وجايه ليها علشان تقضي معاها الاجازه لحد ما ترجع امريكا من تاني. بس لما سو بتشوف جو بتتكسف شويه لانها جت رخمت عليهم يعني، فبيقول لها جو انه هيسيبهم على راحتهم وبتوصلوا ميري لحد الباب. وفي الوقت ده بنشوف هان وهو بيتصل بالجده وبيقول لها انه لازم يعرفها حاجه مهمه، وبيبقى شكله ناوي على شر. المهم انه بيروح لها اوضتها وبيعرفها وهو مصدوم ان هم اتنصب عليهم في صفقه كبيره قوي وخسروا كل فلوسها، وده بسبب ديفيد الشخص اللي وصل شركه الجده بشركه استثمارات طلعت وهميه. فبتنهار الجده وبتقول له ان هي هتدور على ديفيد بنفسها وبتجري علشان تاخد الدواء بتاعها علشان ما يجيلهاش ازمه قلبيه، ولكن الدواء بيقع منها على الارض. فبيسندها هان وبيقعدها على السرير وبيقول لها انه هيجيب لها الدواء بنفسه، وبينزل يلمه من على الارض وبيروح يديها برشامه من الدواء. ولكن بمجرد ما الجده بتبلع الدواء ده نبره صوته بتتغير، وبيقول لها انها مش هتقدر تحل المشكله اللي هي فيها دي لان هو اللي وقعها فيها بنفسه، وبيعرفها ان مفيش شركات استثمار شركتها اتعاقدت معاها، وبيعرفها كمان ان هو صاحب شركه جي للاستشارات وهو اللي اختلس كل فلوسها وحطها في جيبه، وكمان هو اللي خلص على كو لان كان هيكشف زي ما هو هيخلص عليها دلوقتي. فبتساله الجده ليه بيعمل كل ده وهيواجه ابنه ومراته ازاي، فبيقول لها انه اساسا مش مضطر
بيضطر يشوفهم تاني. هو بس كان عايش معاهم علشان ياخد منها فلوسها وشركتها. فيعني بتنهار الست وبتقع على الارض، وبيقول لها هان ان الدواء اللي اداهولها كمان مش الدواء بتاعها، ولكنه هيزود الاعراض اللي عندها اكتر لحد بقى ما تفقد الوعي، وساعتها موتها هيبقى طبيعي بسبب سنها الكبير. وفعلا الجده بتفقد الوعي وبيرمي هان الدواء على الارض، وبيطلب بقى الاسعاف كانه ما يعرفش ولا حاجه. وبتتجمع بقى وقتها عيله الجده حواليها وهي في المستشفى، وبيعرفوا من الدكتور ان جالها نزيف حاد في المخ وقدروا يوقفوه، ودلوقتي هي في غيبوبه ومش عارفين بقى هتفوق منها امتى. ولكن علشان يعملوا حسابهم في النزيف ده لو رجع تاني هيبقى موتها امر واقع. وطبعا هان بيبقى واقف وسطهم بيعيط وبيسيبهم وبينزل علشان يكلم صحفي ويكمل خطته. وفي خلال ساعات خبر ان شركه الجده اتنصب عليها بيبقى في كل حته، وسمعتهم في السوق بتقع. بس طبعا كل اللي بيحصل ده وجو بيبقى شاكك في ان هان هو السبب ومستني بس يتاكد. وطبعا لما ميري بتعرف الخبر ده بتروح على المستشفى علشان تقابله، وبتعرفه انها جنبه وبتهديه، ولكنها بتلاحظ ان تفكيره مشغول بحاجه، فبتطلب منه يحكي لها اللي بيفكر فيه. وفعلا بيعرفها كل حاجه الجده قالت له عليها، وانه شاكك في هان، فبتحاول تدعمه. وفي الاخر بقى بتحضنه وبتعرفه انها معاه وواثقه في ان اللي هو هيخرج عيلته من المصيبه دي. بس جي بتبقى واقفه من بعيد وبتشوفهم، فبتزعل قوي، فبتسحب بقى نفسها وبتروح لمكان علشان تشرب فيه. بس الصدفه بتجمعها هي وهيون تاني، لانه بيكون متعود يجي المكان ده برضه. فبتقول له جي ان مش لازم يكرهها على اللي عملته معاه، هو بس لازم يقدر انها بتحمي حاجه بتحبها. فبيسالها هي ليه بتعمل كده وهو اصلا بيحب واحده غيرها. فبتقول له جي ان شكله محبش في حياته، وبتعرفه ان مش علشان هو بيحب واحده تانية هي تكرهه، لا عادي، هي لسه بتحبه وعايزاه مبسوط ومرتاح كمان مع البنت التانية. فبيقول لها هيون انه اسف على ردة فعله، ولكن اللي سمعته عنه خلاه حساس شويه عن الموضوع ده. فبتقول له جي انها ما سمعتش حاجه. فبيقول لها هيون انها مش لازم تكذب. وبنعرف ان جي سمعت وهو بيهزقه وبيقول له يحل له مشكله الوحده دي ويرجع تاني بقى لايام زمان لما قدر يبتز باباه علشان يدفع له فلوس ويخليه يدرس بره كوريا علشان بس امتحن مكانه امتحان واحد بس وبيفضل يضربه بالاقلام. فبتقول له جي انها مش مهتمه باللي سمعته، ولا كمان هو المفروض يهتم بكده، ولكن المفروض ما يسمحش حد يهينه تاني. وبنعرف بقى ان جيسيكا رجعت هي وابنها لكوريا، وهان بيبقى مجهز لها بيت خاص بيها، وخلاص بيبقوا بيجهزوا علشان يضربوا الجده اخر ضربه وياخدوا الشركه كلها. ولكن جيسيكا بتقول لهان ان في حاجه اخيره، فبيقول لها هان انه مجهزها، وبيطلع هان ورقه الطلاق بالتراضي من معاه، وبيبقى بيجهز علشان يطلق مراته الاولى. وبنروح بقى لجو اللي بيبقى قاعد مع ميري وبيعرفها ان في شركه استثمار هتمسك شركتهم من تاني يوم علشان يصلحوا اللي حصل، وده بعد موافقه هان لانه نائب الرئيسه وهو شايف ان ده احسن حل دلوقتي. وبيطلع جو صوره لرئيسه شركه الاستثمار دي، وبتبقى واقفه بتتصور مع هان، وبيقول لميري ان اسمها سيلفيا. ولكن اول ما ميري بتشوفها بتقول له انها شافت الست دي قبل كده، وبتجري على حاجه اختها اللي في البيت وبتطلع برواز وبتوريه لجو، وبتقول له ان الست دي صاحبه المطعم اللي سو كانت شغاله فيه في امريكا واسمها اصلا جيسيكا. وفي اللحظه دي جو بيربط كل حاجه ببعض وبيعرف ان دي جيسيكا بتاعت شركه جي للاستشارات. فبتتصل ميري بسو اختها بعد ما بتوريه صوره جيسيكا، وبتقول لها سو ان دي صاحبه المطعم فعلا واللي جنبها ده جوزها، وبتعرفهم انها شافته في اخر مره كانت بتوصل ابن جيسيكا للبيت بتاعهم. فوقتها بيتاكد جو ميري ان هان هو فعلا اللي بيحاول يسيطر على شركه الجده. وتاني يوم بقى جيسيكا بتوصل للشركه وبيقدمها هان لجو وابن اونج، وبيبقى جو عامل نفسه ما يعرفش اي حاجه وعايز يشوف افعال هان اكتر، ولكنه بيلاقيه بيوافق على كل طلباتها، خصوصا لما جيسيكا بتقول ان لو المستثمرين بداوا ينسحبوا من الشركه هي هتضطر تشتري نصيبهم، بمعنى اصح يعني بتحاول تستحوذ عليهم بالذوق. فبيروح جو لميري وبيقول لها انهم لازم يلاقوا اي خطه علشان يمسكوا دليل ملموس يقدروا يفضحوا بيه هان وجيسيكا. بس تاني يوم على طول هان بيسمع اونج وهو بيتكلم في التليفون وبيعرف اصلا ان الجده فاقت، فبيجري وقتها يتصل بجيسيكا وبيعرفها الخبر ده وبيقول لها تتصرف. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف جيسيكا وهي لابسه لبس ممرضه وداخله اوضه الجده اللي بتبقى نايمه، وبتمسك حقنه وبتحاول تحقنها بيها علشان تخلص عليها بقى. ولكن بنعرف اللي نايمه على السرير دي مش الجده، ولكنها واحده من الشرطه لابسه باروكه لونها ابيض. ولما جيسيكا بتحاول بس تهرب بتلاقي جو في وشها وبيقدر يكتفها لحد ما الشرطه بتدخل وبيقبضوا عليها. وبنعرف ان الاول مره جو اونج بيتكلموا من غير خناق، وده بعد ما جو بيحكي كل حاجه لاونج وبيعرفوا حقيقه باباه. بس الغريب ان اونج مش بيتصدم اصلا، وبيقول لجو انه عارف ان باباه متجوز واحده تانية وشاف من كام يوم ورقه طلاق بالتراضي على مكتبه، وعرف انه ناوي يطلق مامته، فكلامه منطقي الصراحه. وبيتعاونوا بقى هما الاتنين علشان يكشفوا حقيقته، وده اللي بيخلي اونج يتكلم بصوت عالي جنب باباه علشان بس يسمعوا ان الجده فاقت يعني. وبالقبض على جيسيكا فخبر ان هي اللي نصبت على شركه الجده بينتشر وسمعه الشركه بترجع تاني، لان كده ده مش تقصير في الشغل
ولكن خيانة من واحد جوه الشركة لسه برضه هيقبضوا عليه. وبنشوف وقتها هان وهو بيزور جيسيكا في السجن وبيسألها هل هي مأمناهم، فبتقول له ما يقلقش لأنها اتخلصت من كل الشاتس اللي بينهم، وحتى التليفون اللي كانوا بيتواصلوا بيه كسرته. فبيقول لها وقتها هان انها شاطرة قوي وكل اللي بتعمله انها تسكت بس، وهو هيوكل لها محامي كبير علشان يخرجها. ولما بيرجع بقى لمكتبه بيلاقي جو مستنيه، فبيسأله كان فين، فبيقول له هان انه كان في اجتماع، فبيقول له جو انه كان في اجتماع مع جيسيكا، وبيقول له كمان انه عرف علاقته بيها وانها مراته ومخلف منها ولد كمان. فبيعيط هان وبيقول له انها كانت بتبتزه، وبتقول له ان الولد ده ابنه وهو لحد دلوقتي مش متأكد الصراحة، وبيقول له انها طلبت منه كمان يعمل كل حاجة والا كانت هتدمر حياته. وبيستغل مشاعر جو وبيقول له يساعده في المشكلة دي. فبيروح جو لأونج وبيعرفه اللي باباه قاله وانه تحت تهديد، فبيطلع أونج من معاه كارت ميموري وبيقول لجو انه كذاب وانه مش تحت تهديد ولا حاجة، ولو عايز يتأكد يسمع اللي في الكارت. وفعلا الكارت بيبقى فيه مكالمات مسجلة من هان بيبان فيها قد ايه هو حنين على جيسيكا وبيبادر هو في العلاقة، مش تحت تهديد يعني ولا حاجة. فبيروح جو لجيسيكا في السجن بقى وبيسمعها كلام هان عنها لانه كان بيسجل على تليفون لما قال انه تحت التهديد. وطبعا الكلام ده بيجرحها قوي وبيفهمها ان هان بيتخلى عنها وكان بيستغلها. فبتقول وقتها لجو ان هي هتعرفه كل حاجة وتديله ادلة كمان، ولكن بشرط يحمي ابنها. في الوقت ده بنشوف هان وهو متوتر قوي وبيفتكر اخر حاجة جيسيكا قالتها ليه في السجن، وهي انه لو اتخلى عنها هتفضحه، ويفتكر انهم بدأوا اللي هما فيه ده من 25 سنة. فبيعرف انها مأمنة نفسها، فبيروح لبيتها وبيفضل يقلب فيه علشان يعرف هل هي اتخلصت من التليفون اللي بيتواصلوا بيه مع بعض ولا لأ. وفعلا مش بيلاقي حاجة، ولكن وهو ماشي من البيت بيخبط في دبدوب بتاع ابنه، وده دبدوب كان ابنه شايله معاه في كل حتة يعتبر. فبيقطعه وفعلا بيلاقي جواه التليفون بتاع جيسيكا وفيه كل حاجة تقدر تدينه. فبياخد الحاجة دي وبيبقى عايز يمشي من البيت وهو فرحان بقى، ولكن بيلاقي جو في وشه وبيسأله هو ليه قتل باباه ومامته كمان. وبنعرف ان جيسيكا قالت لجو ان كل حاجة عايز يعرفها موجودة في تليفون في دبدوب ابنها في بيتها، ولكن وهي قايمة علشان تدخل الزنزانة بيشوف جو تاتو على رقبتها من ورا، وعلى طول بيفتكر ان يوم الحادثة لما اتقلب بالعربية شاف حد بيتأكد هل هم ماتوا ولا لأ، والحد ده كان عنده نفس الوشم اللي في رقبتها. وفعلا جيسيكا بتبقى هي الشخص اللي هان بعته علشان يخلص على جو وبابا ومامته. فبيخرج من السجن وهو منهار، وبتشوفه ميري وقتها اللي بتبقى مستنياه فبتقعد تهديه، ولما بيهدى شوية بيحكي لها اللي عرفه، وطبعا دي بتبقى صدمة كبيرة. فبتخلي جو يفهم ان كو مات بسبب هان، وكمان اللي جدته فيه بسببه هو كمان مش جيسيكا يعني لوحدها. وعلشان كده بيروح لهان وبيواجهه قبل ما يتخلص من الأدلة اللي ضده، بس اللي ما كانش متوقعه ان هان ما يبقاش مهتم بيه ولا بمشاعره، وبيقوله انه فعلا عمل كده في باباه لانه كان بيهدده. وبنعرف ان بابا جو اكتشف ان هان مش بيحب اخته ابدا وبيخونها مع ستات كتير، ولما واجهه بصور صورها له وقال انه هيفضحه هان قعد يعيط وطلب منه يسامحه ومش هيكررها تاني. ولكن بعد اليوم ده قرر يخلص عليه وجاب جيسيكا اللي قفلت كل الطرق واجبرت بابا جو يمشي من طريق معين علشان تخبطه بعربية نقل، ولكنه وقع من الكوبري ومات. وبيضحك بعدها لجو بيقول له انه هيبقى زي باباه عارف حقيقته ومش هيقدر يعمل له حاجة، وبيخرج من البيت. ولكن اول ما بيخرج بيلاقي الشرطة في وشه بتقبض عليه بسبب اعتراف جيسيكا عليه في انه متعاون معاها في الاختلاس من شركته وكمان قتل عيلة جو والمحاسب كو وجدة جو. فبيقول لهم هان ان مفيش دليل على الكلام ده، ولكن جو بيقول لهم ان كل الادله اللي محتاجينها هيلاقوها في جيب الجاكيت بتاعه، وبيسلموا تسليم اهالي. وبتعدي الايام بعد كده وبيتحاكم هان على اللي عمله، وبنشوف اونج وهو مش قادر يستحمل الموقف اللي باباه فيه، وكمان جو بس بيبقى جنبه ومعاهم ميري اللي بتحاول تبقى جنب حبيبها. وفي الاخر القاضي بيحكم على هان بالاعدام. وفي الوقت ده بنشوف عمة جو وهي قاعده جنب مامتها بتعيط على ان جوزها كان سبب كل حاجه وحشه حصلت ليهم يعتبر. وبيروح بقى جو مع ميري علشان يزور قبر باباه ومامته، وبيقول لهم ان كده يقدروا يرتاحوا لانه قدر ينتقم ليهم. وبيتخيل نفسه وهو صغير وبيعيط وباباه ومامته بيهدوه وبيطلبوا منه بقى يعيش حياته وهو مرتاح وانه مش سبب في موتهم. وبيستغل الفرصه بعد كده وبيقدم ميري لباباه ومامته وبيعرفهم ان هي حبيبته. فبتسلم ميري عليهم وبتقول لهم ما يلاقوش على جو لانها هتخلي بالها منه. وبيروح بعد كده جو ميري لهيون وبيقعدوا معاه وبيعرفوه انهم نصبوا عليه وانهم مستعدين يتحاسبوا على اللي عملوه ويسلموا الوحده وبيسيبوه وبيمشوا. وبعد كام يوم بنعرف ان الجده بتفوق اخيرا وجي بتتاكد بنفسها ان حالتها اتحسنت، وبتبقى الجده مبسوطه ان عيلتها حواليها وقلقانين عليها. وطبعا جو بيتصل بميري وقتها وبيطمنها على الجده، ولكنه بيضطر يقفل معاها لان عمته بتبقى عايزه تتكلم معاه وبتكون عايزه تتاسف له على معاملتها الوحشه ليه، خصوصا ان جوزها كان سبب انه يخسر اهله. وبتقول له انه لو مش قادر يشوفها ويتعامل معاها يقول علشان هتمشي بكل هدوء من بيتهم. فبيقول لها وقتها انها عمته وما يقدرش يزعل منها، ولو خسرها مش هيبقى عنده عيله لانه بيعتبرها عيلته الوحيده.
فبتنهار وقتها من العياط والزن. وبنشوف بعد كده اونج وهو في زياره لباباه، ولكن هان بيبقى مصمم يكره ابنه فيه وبيقول له ان اللي حصل ده فخ وهو وقع فيه لانه مظلوم. ولكن اونج وقتها بيزعق له وبيقول له انه قتل عمه ومراته وكمان كان بيحاول يقتل جدته وكان هيتخلى عنه هو ومامته. فباباه بيقول له انه ضحيه لان عيله مامته كانت بتعامله وحش وبيبقى شايف ان معاملتهم الوحشه سبب كافي يخلص عليهم كلهم. فبيقول له اونج انه مرتاح دلوقتي لان عنده اسباب كتير يكرهه علشانها، وبيطلب منه بقى ما يتواصلش معاه هو ومامته وبيسيبه بعد كده وبيمشي. وبنعرف بقى ان ابن اخت العمده اتفضح اخيرا بقضايا الفساد اللي متورط فيها والشرطه بتقبض عليه، ولكنه بيقرر ما يقعش لوحده واعترف على وو اللي كان بيرشيه علشان يساعده في تراخيص الشركه. وبيشوف وقتها هيون وو لاول مره بيتضرب من باباه، بس المره دي بابا وو بيشوه وشه وجسمه من كتر الضرب. وبيقول وقتها لهيون انه الوحيد اللي يقدر يعتمد عليه في حل المصيبه دي، وبيطلب منه يشيل الليله كلها ويبقى كبش فدا ليهم. وفي نفس اليوم بنشوف جي وهي رايحه في بعثه طبيه لدار ايتام، وبالصدفه هيون بيروح لنفس دار الايتام ده وبيقابل صاحبه الدار اللي بترحب بيه وبتقول له انه كان وحشها قوي. وبنعرف ان هيون يتيم وتربى في المكان ده، وبعد ما حياته اتحسنت بقى كل سنه يجي يزورهم ويديهم هدايا كتير وفلوس كمان ويمشي. ولكن المره دي بيبقى جاي لصاحبه الدار علشان يعرفها انه هيتاخر شويه عنها. ولما هيون بيجي علشان يمشي بتشوفه جي فبتجري عليه فبياخدها بقى وبيروحوا على اقرب مطعم علشان يتغدوا سوا. وبنعرف ان هيون بدا يتعلق بيها قوي فبيقرر يفتح لها قلبه وبيعرفها انه يتيم وتربى في دار الايتام ده ولكنه كان طفل عبقري. المهم انه راح المدرسه وفي يوم حصلت سرقه في الفصل وكل الناس اتهموه لانه كان يتيم يعني، ولكن خرج من المشكله دي بس سمعته بقت وحشه فقرر من يومها يخرج من دار الايتام. وفعلا تعب لحد ما في يوم وو اللي كان معاه في المدرسه عرض عليه يمتحن بداله وهيون وافق عادي واستغل الموضوع بعد كده وابتز باباه لحد ما خلاه يصرف على تعليمه كله. ولكن بابا وو حس ان دي مش اهانه وان هيون ممكن يفيده وخلاه علشان كده يشتغل في شركتهم وبقى مخليه مساعد ابنه كمان. وبيعرفها وقتها ان ده اللي كان مخليه يستحمل اهانات وول كتير لان من غيره مش هيبقى ليه لازمه. فجي بتعمل نفسها مش مصدومه من اللي بتسمعه علشان ما تجرحوش وبتقوله انه تعب على نفسه وامكانياته تخليه يشتغل في اي حته يعتبر. وبيرجع بقى للشركه علشان يجهز نفسه للي هيحصل وبيلاقي وو بيعامله كويس قوي وبيقوله انه كان طول عمره بيقول عليه ذكي وعبقري وبيعرفه ان الجرافطه بتاعته حلوه قوي وبيبقى باين قوي ان وو بيعامله كده علشان هيضحي بنفسه علشانهم. ولكن كلام جي بيبقى عمال يجي في باله وبيبقى شايف انه رد جميل بابا وو من بدري ومش لازم يضحي علشانهم بقى. المهم بقى تاني يوم بنشوف جو جوز ميري وهو مجهز قاعه كامله علشان يفضح ميري وجو حبيبها وبيبقى باعت ايميلات للصحفيين علشان يجولوا وكمان اتصل بميري نفسها علشان يعرفها انه هينتقم منها ومن حبيبها. وفي نفس الوقت ده بنشوف هيون وهو خارج من مركز الشرطه بعد ما اعترف على كل حاجه وبيتصل وو بيه. واول ما هيون بيفتح وبيفضل يشتمه وده لان هيون اعترف بالمصايب اللي هو عملها بس واعترف بالباقي وقال انه هو المتهم بيه مش هو. فبيقول له هيون انه مش كلب عنده هو وابوه وانه خلاص بقى شكرهم بما فيه الكفايه على انهم يعني صرفوا عليه في تعليمه ولكن دلوقتي لازم يتعاقبوا على الفساد بتاعهم بنفسهم. ولما وو بينهي المكالمه وهو مرعوب لانه هيتسجن بيلاقي مصيبه تانية جايه له وبيكون عارف ان جو جوز ميري باعت ايميلات للصحفيين بعنوان فضيحه سحب الوحده لشركه بيوتي. وطبعا هو بيقرر يتعامل مع مشكله بسيطه زي دي وبيبعت رجالته للمكان اللي جو فيه وبيلحقوه قبل ما يفضحهم وبياخدوا كل الداتا اللي معاه وبيعرفوا ان الشركه رفعت عليه قضيه بسبب التشهير بيهم وقيمتها 10 مليون. وطبعا وقتها مش بيبقى مع الرقم ده فبيترجاهم يسامحوه ولكنهم بيزقوه وبيرموه على الارض. وبتبقى ميري واقفه من بعيد وبتتفرج على اللي بيحصل فبتروح له وبتقول له ليه وصلهم للحاله دي كلها. فبينهار بقى من العياط وبيترجاها تروح لشركه بيوتي وتقنعهم يسامحوه ولكن هي بتفهمه انها اساسا مش ورا اللي حصل وبتقعد معاه على الارض وبتقول له كفايه مشاكل لحد هنا وخليهم يفتكروا الحلو لبعض وبس وبتسيبه بقى وبتمشي. وتاني يوم بقى بتروح ميري وبتسلم ورقه طلاقها ورسمي بتبقى ست مطلقه وبيكون جو حبيبها مستنيها فبتجري في حضنه وبيروحوا هما الاتنين للوحده وبياخدوا حاجاتهم منها وبيودعوا المكان ده وذكرياته. وبتتصل ميري بقى بشركه بيوتي وبتعرفهم انها مش هتستلم الوحده لانها مطلقه ومش من حقها. وبالليل جي بتبعت رساله لهيون وبتبقى عايزه تقابله لانها شافته في التلفزيون وهو متهم بقضايا الفساد مع شركته. فبيروح فعلا يقابلها وبيعرفها انه سمع كلامها اهو ورفض يضحي بنفسه علشانهم واعترف بس باللي هو عمله وشايف انه لازم يتعاقب عليه. فبتساله جي هل هو هيتسجن فبيضحك هيون وبيقول لها انه هيفكر فيها كتير وشكله كده بيحبها وبيبقى باين عليها هي كمان بدأت تحبه. وتاني يوم بقى جدة جو بتبقى بتلم حاجتها علشان تخرج من المستشفى وبتتصل بميري وبتقول لها ان هي هتخرج من المستشفى وعايزه تشوفها الاسبوع ده علشان يعني تتعرف عليها. وبيجي اليوم اللي ميري هتروح تقابل الجده وبيوصلها جو وهو بيهديها لانها بتبقى متوتره جدا ولكن بتحصل مصيبه وهي ان مامة
جو طليقها واخته بيروحوا قبلها للجده، وبيكونوا عرفوا ان دول اهل جوزها الجديد، ومش بيبقوا فرحانين ليها طبعا ولا عايزين ليها الخير، وبيتكلموا مع الجده وبيعرفوها ان ميري مطلقه وخربت حياه ابنهم، وبيقولوا كل حاجه وحشه عن ميري. وطبعا اول ما جو وميري بيوصلوا للجده بتتصل بجو وبتقول له يدخل لها لوحده ويعرف ميري انها تعبانه ومش عايزه تقابلها النهارده. فبيدخل جو لوحده وبيلاقي جدته بتساله هل ميري مطلقه فعلا وهو كان مخبي عنها، فبيضطر يعرفها الحقيقه وبيقول لها انه ما كانش مخبي، ولكن دي معلومه مش مهمه. فبتعرفه ان اهل جو طليقها كانوا لسه عندها وقالوا كلام وحش قوي عنها. وبالليل بقى جو طليق ميري بيبقى قاعد بيشرب وبيعيط، وبيلاقي مامته بتكلمه وبتقوله انها راحت هي واخته لبيت اهل حبيب ميري وبوظوا لها الجوازه. فبيعيط وبيقول لهم يبعدوا بقى عن حياته ويسيبوا ميري في حالها، وبيبعت رساله لميري وبيتاسف لها بالنيابه عن اهله، وبيعرفها انهم راحوا لاهل جو حبيبها. فبتفهم كده ليه الجده كانت تعبانه، يعني ما كانتش عايزه تقابلها. فوقتها بتزعل قوي وبتتصل بمامتها بقى علشان تتكلم معاها وبتعرفها اللي اهل طليقها عملوه. فبتتعصب الست جدا، وتاني يوم بتاخد سو وبيروحوا لمامت واخت جو طليق بنتها وبيهجموا عليهم وبينزلوا فيهم ضارب. ولما جو بيلاحظ ان ميري زعلانه كده بيروح يقعد معاها وهي مش بتستناه يتكلم، وبتقوله وقتها انها عارفه ان جدته مش موافقه عليها بسبب انها مطلقه، وعرفت ان اهل طليقها راحوا لها كمان. فبيقول لها جو انها فهمت غلط، وبيعرفها ان الجده وافقت عادي وشافت ان الطلاق مش عيب ولكن كان لازم يقولوا لها. وبيطلع جو بقى خاتم من معاه وبيقول لها ان ده خاتم الجده وده خاتم متوارث في العيله، وبشكل رسمي بيعرض جو على ميري الجواز. فطبعا بتبقى مصدومه وبتوافق من غير ما تفكر، وبتروح بعد كده مع جو علشان تقعد مع الجده وبتشكرها على انها سامحتها وقبلت بيها. فبتقول لها الجده انها مش بتحب بس الكذب وخلاص، هي اعتبرتها واحده من عيلتهم. وبتيجي عمة جو كمان وابنها اونج وبيعرفوا نفسهم لميري على انهم اهل جو. وبنعرف كمان ان جو بقى رئيس الشركه الجديد واونج بقى نائب الرئيس، ولكن المره دي من غير اي خلافات. وبنروح بعد كده لجي اللي بتبقى لسه على تواصل مع هيون اللي في السجن، وبتبعت له كل فتره كده صور للسلاحف بتاعته اللي كان بيربيهم، وبتقول له انهم في امان معاها وهي والسلاحف مستنيينه يخرج بقى. وبعد سنه اخيرا بنشوف الفرح بتاع جو وميري وهو بيجهز، وبنشوف مامة ميري وسو وهم قاعدين مع عمة جو وبيكونوا كويسين قوي مع بعض، وشكل كده عمة جو ناويه تاخد سو لابنها اونج كمان. وبنعرف ان هيون خلص مده عقوبته في السجن واللي كانت فتره صغيره، وبنشوفه وهو رايح يقابل جي علشان يحضر معاها الفرح. وبعد خروجه من السجن ما بقاش جاف ومشاعره ناحيه جي بقت باينه جدا في عينيه. واخيرا بيوصل العريس والعروسه اللي بيدخلوا الفرح وهم بيفتكروا كل ذكرياتهم سوا من لما كانوا اطفال، وكان القدر بيجهزهم لبعض. وبس كده بيخلص المسلسل. عجبني المسلسل ده في حاجه واحده بس يا جماعه، المنطقيه والموضوعيه في طرح موضوع ان اهل الزوج في كوريا يا جماعه كابوس كابوس والله العظيم. يعني في بنات كتير لما بيسافروا كوريا وكده بيقولوا ان موضوع اهل الزوج زي عندنا مثلا في بعض القرى، تقديس مش طبيعي وضغط مش طبيعي على الست، فربنا يكون في العون. يعني ما طلعناش احنا لوحدنا اللي عندنا كده.